السلام عليكم. النهارده حلقه جديده برنامج باكورد، معكم اسلام اوتاكا. معظم جمهور الاهلي واللي هم كتير من صحابي على فكره على طول بيتريقوا ان جمهور الزمالك بيأفر بعد كل فوز او اي جون حلو او ترقيصه او اي كوبري. يا صديقي، انت نسيت ان الكوره اصلا معموله للترفيه والهزار وتعديل المزاج ان كان في وقتها او على المدى البعيد. انا مش هعمل زيك بعد كل ماتش يكسبوا الاهلي في الدوري ما احتفلش عشان تظهر جواك قدام جمهور الزمالك ازاي انا الاهلي اللي انا احتفل بفوز عادي كده في الدوري، وعشان الكاريزما تكتب فرحتك اللي هي بتاعت كل ماتش لغايه اخر ماتش في الدوري وانت بتشيل الدرع الدوري اللي ساعتها برضه هتقول ما انا هفرح ليه، ما انا عندي منه كتير ومتعود عليه، وطول اخرنا في الفرحه اليوم اللي بعده ونبدا صفحه جديده عشان نكسب بطوله جديده. ايوه، طب هتفرح امتى؟ هتستفاد امتى من فكره التشجيع والشغف اللي المفروض اصلا الكوره بتقدمه؟ انت عامل كده زي الطالب اللي عليه مذاكره طول السنه فلازم يخلصها عشان ينجح، واللي المفروض اخد اجازه عشان يتبسط بعد تعبه يروح ابوه مدخله دروس السنه الجديده بعد يومين. نيجي بقى للمقوله الغريبه اللي بيقولها معظم الاهلاويه، واللي هي انت ايه اللي غصبك على تشجيع الزمالك؟ ما تسيبه وتريح دماغك وشجع الاهلي اللي بياخد بطولات. على فكره البطولات حاجه كويسه، لا تكون فاكرني كارهها ولا حاجه. بالنسبه للتشجيع والبطولات، واحد زي مواليد 91 اول ما بدات تشجيع الزمالك وسط عيله زملكاويه في اوائل الالفينات اللي الزمالك ساعتها كان مولعها بطولات. يعني انا بالنسبه لي واحد شفت هنا وسرور زي الفل مع الزمالك، بس بعد 2004 شفت ايام زي الزفت مع الزمالك. بس ده ما بيأثرش على حبي للزمالك، بالعكس ده بيزيد، لان اللي بيحب نادي بياخده كده لوكشه واحده بالحلو بتاعه والمر كمان. وهنروح بعيد ليه؟ مثلا في الدوري الالماني بايرن ميونخ واخد الدوري اخر 10 سنين 15 مره. ليه بقى جماهير بروسيا مونشنجلادباخ او فرانكفورت ما تروحش تشجع ليه بايرن ميونخ وتفرح ببطولاته اللي كل اثنين وخميس بدل ما هم عايشين على مكسب كل 5 ماتشات؟ عارف ليه؟ عشان هو اختار الفريق اللي هو حبه وحسه ان هو يناسب ثقافته وفكره وشغفه. انا بقول الكلمتين دول ليه يا صديقي الاهلاوي؟ عشان تسيب كل واحد يشجع فرقته بالطريقه اللي هو عايزها، مش اللي انت عايزها عشان بتكسب بطولات. فتحط قوانين اللعبه اللي هي منها التشجيع. ده تشجيع الزمالك نفسه جزء منه الحاله اللي موجوده في المدرج والصراعات اللي على طول دايره فيه. كده الحلقه خلصت، ولاول مره تشوفنا اعمل فولو واشترك في قناتي على اليوتيوب واعمل شير ولايك للحلقه. كان معكم اسلام اوتاكا وبرنامج باكورد. سلام.